يلا بقى قرب قرب عالطيب ونخلص الفول. انا مش مسؤول. احلى فول مدمس. شايفين الجمال اللي معدي الكلام؟ شايفين الكمية قد ايه؟ ها طيب تروحوا معانا على الفيديو ونشوف عملنا الفول ازاي. اجمل فول وباسهل طريقة، بس امشي على الخطوات. صباح الخير، يا صباح الفل والجمال، صباح الانوار عليكم. هنعمل بقى فيديو حلو كده مع بعضينا. عايزين نعمل شويه فول مدمس، عملته معاكم قبل كده بس هنعمله تاني. في ناس بتسالني يا تيتا ليه بتحطي فول مدشوش؟ اهو ده فول مدشوش، بلاه وبلا الفول المدمس معايا. طبعا بننقيه ونطلع الرفيعه منه عشان بتبقى محصرمه كده بقى شويه. طيب ليه بنحط الفول؟ بصراحه بيزود الكميه وبيتقل الميه بتاعه الفول المدمس، وانا بموت في ميه الفول بصراحه. حلو يا تيتا، واللي وصل معانا كده اول لايك، عشان لسه التاني والتالت والرابع لسه الفيديو معانا حلو. تمام. طيب الفول انا بلاه 12 ساعه 13 ساعه ما يهمكيش، المهم الفوله تبقى مبلوله كويس. تمام. وبرده بله معاها ونفس عدد الساعات الفول المدشوش. هنعمل ايه؟ هروح بقى اغسله كويس من ميه النقع واشطفه واحط ميه نظيفه في الحله، بس انا هطيب ده لوحده وده لوحده. وبعدين هنعمل ايه؟ نشوف هنعمل ايه. بعد ما نغليه كويس نشيل الريمه بتاعته بعد الغليان، ويلا بينا ونشوف ايه اللي هنعمله على البوتاجاز. يلا بينا. حابه اوريكم بقى الفول بعد ما اتغسل واتشطف كويس. اهو حاطه المدشوش وحده والفول لوحده، عشان انا عامله كميه كبيره فانا ايه اسمع على حلتين. حلو الكلام. ليه بنغسله كويس؟ عشان الميه بتاعته ما تزرقش. وبعد ما تغلي كويس هنشيل الريمه اللي مش كويسه، ولما نزود بميه سخنه. ونشوف بقى ايه الاضافات معانا. طبعا صلصه، طماطم، اللي حابب يحط جزر يحط، عدس اصفر. يلا بقى هنشوف بعد ما يغلي ونشيل الريمه بتاعتنا وهنعمل ايه المرحله الجايه. هنزل بالعدس اهو او العدس، بس احنا عندنا في الصعيد يقولوا ايه عدس اي حاجه تمام. وبرده بعد ما يطلع الريمه بتاعته هشيلها، ولسه الفول بيستوي معانا. انا عايزه امشي معاكم مرحله مرحله. تمام. شايفين بقى الريمه اللي هي بعد العدس؟ مش عارفه الاضاءه بقى جايبه، لان انا دايما نور الشباك عندي معاكس معايا. في ناس بتقول لي كل دي كميه بتعمليها يا تيتا؟ اقول لكم انا بشيل وولادي منين ما يعوزوا بياخدوا. احنا حطينا العدس، بس هروح بقى اجيب ايه؟ الطماطم. انا كده ماشيه معاكم خطوه بخطوه. شفنا ازاي غسلنا الفول، وبعدين شلنا الريمه، وبعدين حطينا العدس، وبعدين شلنا الريمه. يلا بينا بقى على ايه؟ الصلصه او الطماطم اللي تحبيه، مش هتفرق. واخر حاجه هضرب الفول بتاعي بالمضرب او بالخلاط، وبعد كده ايه هنزل بيه، بس يكون الفول استوى كويس. خدي احلى فول. اوعى تنسوا اللايك بقى. انا عايزه اوريلكم الفول. شايفين الميه بتاعته كهرمان يا جماعه، كهرمان اهو. طيب نبعد عن اللي هي فيها ايه الشمس والاضاءه. اهو اهو اهو. شايفين يا سيدي يا سيدي؟ مش اي ولا زي ده ايه بعد العدس والطماطم. لسه بقى قرب يستوي وهنضربهم بقى الفول، اقصد الفول المدشوش يعني. اما المعلومه اللي جامده جدا او جدي اللي هي ايه؟ نزود ميه سخنه من الكتل، ميه مغليه، عشان الفول بتاعك ما يزرقش. انا بقول معلومات، كله بيعمل فول، كله بيعمل كل حاجه،
اهم حاجه الخطوات والمعلومات. انا بضرب الفول اهو، الفول المشوي خليه بالميه بتاعته. الله يدور جامد. الف سلامه يا تيتا. عندي بلندر ما يهمكيش اذا كانت الحاجه سخنه، لما يبرد شويه بقى اعمليه في الخلاط. تمام. يلا بينا نحطهم بقى فين؟ على الفول المدمس. يلا بقى، ادي الفول المدشوش اهو معايا، اتسلق واتضرب، ونروح نازلين بيه على ايه؟ على الفول بتاعنا اهو. حلو يا جماعه؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هيفتح معاكي تاني اهو في اللون. يلا بقى هنزود، يبقى هنزود ميه سخنه. يلا بقى كده هقول لكم استنوا عليا لما نكيس الفول بتاعنا وهوريكم هنفرزه ازاي. يلا بقى قرب على الطي ونخلص الفول، انا مش مسؤول. احلى فول مدمس. شايفين الجمال اللي معدي الكلام؟ شايفين الكميه قد ايه؟ ها؟ طيب تروحوا معانا على الفيديو ونشوف عملنا الفول ازاي. اجمل فول وباسهل طريقه، بس امشي على الخطوات